بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. هذه تتمة لسلسلة أسر وقبائل الخليج، وهي سلسلة نرجع فيها إلى ما بين أيدينا من مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية والصحف والمجلات وكتب التاريخ والأنساب. سأحدثكم اليوم عن قبيلة عنزة في الكويت، وكنت قد تكلمت مسبقا عن بعض الأسر المنتمية إلى هذه القبيلة، فهي قبيلة عريقة في الكويت. يكفي أن نعرف أن هناك حيا أو فريجا في الوسط يقال له سكة عنزة، طولها ما يقدر ب400 متر، وهي تقع تقريبا غرب سوق المباركية اليوم. كان أكثر من يسكنها من الأسر المنتمية إلى قبيلة عنزة، كما أن هناك الكثير من الأسر المتحضرة التي ترجع في نسبها إلى قبيلة عنزة، والتي وفدت إلى الكويت من أماكن متفرقة. والأسر المنتمية إلى قبيلة عنزة أسر كثيرة ذكرنا بعضها مسبقا، منهم على سبيل المثال أسرة الحكم، أسرة الصباح، وهم الجميلات من عنزة، ومنهم أيضا أسرة آل زايد التي منهم الغانم والقطامي والصقر، وأيضا هناك أسر كثيرة أخرى تنتمي إلى قبيلة عنزة يصعب حصرها هنا. منهم أسرة الصالح، صالح المجمعة، ومنهم أسرة الراشد حريملة، وأسرة السند، وأسرة المدلج، وأسرة العون، وأسر كثيرة يصعب حصرها هنا، كنا قد تكلمنا عنها مسبقا. واليوم إن شاء الله تعالى سأكلمكم عن بعض الأسر الأخرى التي كانت فيما من قبل تعد من الأسر البادية، وإن كان جزء من هذه الأسر التي سأتكلم عنها سكنت الحاضرة في وقت متقدم، لكن بالإجمال كانت قديما تعد من الأسرة البدوية، ثم تحضرت فلا بادية اليوم في الكويت. ومن الأسر المنتمية إلى قبيلة عنزة في الكويت أيضا أبناء عيد الصقر رحمه الله، وهم 4 فروع، منهم على سبيل المثال فرع الجاسر، ومنهم الدكتور والعميد المساعد في كلية الشريعة الدكتور مطلق الجاسر. ومن فروع أبناء عيد الصقر أيضا أسرة الهويدي، وهي أسرة متحضرة تحضرت قديما، منهم على سبيل المثال شاعر الكويت السابق سليمان الهويدي رحمه الله تعالى. ومن فروعها أيضا الصبرة، ولهم وجود في منطقة الجهرة. ومن فروعها أيضا أبناء عيد راضي الصقر رحمه الله تعالى. من الأسر المنتمية إلى قبيلة عنزة في الكويت أيضا أسرة الغضوري، أبناء فلاح الغضوري، وهذه الأسرة سكنت سكة عنزة قديما، ثم انتقلت إلى الشامية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة جلب الشيوخ. برزت منهم شخصيات، منهم على سبيل المثال العم محمد بن عبد الله بن زيد الغضوري، ومنهم الضابط الكبير الناشط في مجال حفظ أبنائنا في مجال مكافحة المخدرات، الضابط بدر الغضوري. من الأسر البارزة أيضا في الكويت من قبيلة عنزة أسرة المطوطح، وهم من الدهامشة من عنزة، وقد برزت منهم شخصيات، منهم على سبيل المثال الشيخ سعد بن ماضي المطوطح رحمه الله، والذي كان من أمراء البادية، ومنهم أيضا فهد بن نومان المطوطح، وصالح بن نومان المطوطح، وعيد بروس المطوطح، وجعيثنة بروس المطوطح، وعدوان أو دبي ابن عدوان المطوطح، وقضاب المطوطح. ومنهم أيضا من استشهد في معركة الجهارة في سنة 1920 فرحان بن نومان المطوطح. وهناك شخصيات كثيرة قديما وحديثا يصعب حصرها، وإنما أردت اختصارها هنا. من الأسر التي سكنت الكويت قديما أيضا أسرة القحص، وهم من الدهامشة من عنزة، جزء منهم من سكن في سكة عنزة، ومنهم من سكن في الجهرة بعد ذلك، وكانت لهم أدوار وطنية كثيرة، منهم على سبيل المثال خلف بظهير القحص رحمه الله، والذي يعرف بمذوب البارود، قتل في معركة الصريف في سنة 1901. ومنهم خلف أو مبارك بن خلف بظهير رحمه الله، والذي شارك في معركة حمض في سنة 1920، وفي معركة الجهارة سنة 1920، وفي معركة الرقعي في سنة 1928، وكان له دور وطني بارز في أيام تهديدات عبد الكريم قاسم على الكويت، فمنح هو وجماعته أسلحة كثيرة، وكان ختمه معتمدا حتى كان يعرف براعي الختم لدى منح الجنسية الكويتية. ومنهم أيضا مطلق بظهير رحمه الله، والذي يعد من وجهاء الكويت، ومن له دور وطني بارز في الدفاع عن الكويت. من الأسر المنتمية أيضا إلى أسرة القحص في الكويت أسرة رجا أبو 20 القحص، الذي كان يعد من فرسان الشيخ مبارك الصباح، وممن له دور بارز، وقد شارك في معركة هدية في سنة 1910. ومنهم أيضا ابنه عشبان بن رجا أبو 20 القحص، وهو يعد من فرسان الكويت المعدودين، شارك في معركة الجهرة وفي معركة الرقعي، وكان له دور وطني بارز في الدفاع عن الكويت. ومنهم ابنه
فلاح بن عشبان القحص رحمه الله تعالى، والذي كان يعد أيضا من فرسان الكويت وممن له علاقة بشيوخ الكويت وحكامها، وكانت تربطه علاقة وثيقة بالشيخ عبد الله الجابر رحمه الله تعالى. ومنهم أيضا عيد بن صالح المطوع، عيد بن صالح القحص رحمه الله، والذي كان يلقب بالمطوع لديانته، لأنه كان إمام مسجد وكان أيضا يملك أو يعقد للناس. الشخصيات المنتمية إلى أسرة القحص وهم من الدهامشة من عنزة أيضا حمود المسانع القحص رحمه الله تعالى، والذي سكن الجهراء قديما وكانت له وجاهة وتقدير عند أهلها. ومنهم أيضا مناع القحص، مناع القحص رحمه الله كان يمتلك مزارع وأملاك في الفاو، كان يجلب التمور وأيضا عيش العنبر إلى أرحامه وإلى أهل الكويت، وكانت تربطه علاقة قوية مع بعض أسرة الصباح، لأنه كان وكيلا لبعضهم في مزارعهم في الفاو وبالخصيب أيضا، وكان يسكن المرقاب. ومنهم أيضا ابنه عبد الله مناع القحص. من الشخصيات البارزة أيضا من القحوص في الكويت سعود بظهير القحص رحمه الله تعالى، والذي كانت له وجاهة وتقدير، وكان يسعى في قضاء حوائج الناس، وله مكانة وإجلال عند حكام الكويت وشيوخها. ومنهم أيضا عبد الله سعود بظهير رحمه الله، والذي أيضا كان معروفا بسعيه في قضاء حوائج الناس. ومنهم أيضا محمد ضيف الله القحص المعروف بالحجي، وهو عضو مجلس الأمة في أكثر من دورة، وكان يلقب بالحجي لأنه كان صاحب حملة حج، وكان يأخذ الناس معه احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد عرف أثناء توليه عضوية مجلس الأمة في سعيه في قضاء حوائج الناس. ومنهم أيضا عبد الله ضيف الله القحص، والذي كان أيضا معروفا بوجاهته وإجلاله وتقديره للناس وتقدير الناس له، وهو أيضا من مؤسسي جمعية الجهراء رحمه الله تعالى. الأسر المنتمية إلى قبيلة عنزة في الكويت أسرة الذايدي، والذوايدة لهم دور كبير وتاريخ شهير في المملكة العربية السعودية وفي نجد تحديدا في القصيم وفي شمال المملكة العربية السعودية وفي الكويت أيضا أدوار وطنية وأخبار كثيرة يصعب حصرها هنا، وقد تكلمت عنهم مسبقا مما يغني عن الذكر هنا، لكن له دور. وبما أن نذكر هنا قبيلة عنزة فلا مانع من ذكر بعض دورهم، فمنهم على سبيل المثال حمدان القعود الذايد رحمه الله، ومن سكن الجهراء قديما، وبرزت منهم شخصيات شاركوا في الدفاع عن الكويت. فناهس الذايد رحمه الله أحد شهداء معركة الجهراء، وهو والد عشوي بن ناهس، وهو جد المحامي الشهير ناهس الذايدي ناهس العنزي وفقه الله. وهناك أيضا شخصيات بارزة استشهدوا ودافعوا عن الكويت، ومنهم على سبيل المثال غنام المزيد وغيره. من الشخصيات البارزة من الذوايدة في الكويت أيضا ثويني القعود الذايدي رحمه الله تعالى، وهذا الرجل ينتمي إلى أسرة سكنت الجهراء قديما، وقد عرف رحمه الله تعالى بمحبة الناس له نظرا لمجلسه الذي لا ينقطع عن الضيفان، وأيضا لوجاهته وتقديره خاصة عند بعض أبناء الأسرة الحاكمة أو من تربطه بهم علاقة من وجهاء الكويت وأعيانها. وقد كان مقربا من الشيخ صالح الجراح الصباح رحمه الله تعالى، يقضي مصالح الناس ويستثمر هذا الموقف والعلاقة به في قضاء مصالح الناس وإبراز شفاعاتهم. وقد عرف رحمه الله تعالى بلسانه الذي حفظه عن كل سوء وبقلبه النقي، وكان له دور بارز في الجهراء وفي خارجها، وتربطه علاقة وثيقة مع العديد من أبناء الجهراء رحمه الله تعالى. من الأسر المنتمية إلى قبيلة عنزة في الكويت أيضا أسرة العويهان، وهم الإسبعة من عنزة، سكنت الفحيحيل قديما، وأيضا سكنت بعض مناطق الكويت، وبرزت منهم شخصيات، منهم على سبيل المثال خالد سعود العويهان العنزي مرشح المجلس الوطني السابق، ومنهم أيضا عضو المجلس البلدي السابق فالح خالد العويهان. من الشخصيات البارزة في قبيلة عنزة أيضا بمناحي بحير مناحي الحبلاني العنزي رحمه الله، وهو قامة من قامات الكويت الذي عرف بتاريخه وسعيه في قضاء حوائج الناس وقدم سكناه في الكويت أيضا. ومنهم أبو صلاح مخلف المنصور العنزي رحمه الله تعالى، أحد قادة الجيش الكويتي في حرب أكتوبر وفي العديد من المعارك، وكان له دور وطني خالد رحمه الله تعالى. وهناك جملة من النواب ممن كان لهم دور نيابي بارز، منهم على سبيل المثال خلف دميثير رحمه الله تعالى، وعواد برد العنزي، ومحمد طنع العنزي، وعسكر العنزي، وعبد الله فهاد العنزي. ومن النواب أيضا ممن كانت لهم مساهمات برلمانية أيضا النائب بنيز الجاسر العنزي، والنائب يوسف الشلال العنزي،
والنائب خضير